إهداء من شعب الوداد للأهلاوية الحلوين والمتتبعي صفحة الحري. مش قلتلكوا مش قلتلكوا ان هي مكتوبه للاهلي من قبل ما البطوله اصلا تبدا. فريق ياخد 5 من صن داونز ويعافر، يجي اطهر الطاهر ويضيع ونتاهل، توصل لماتش الرجاء فتقول ان الرجاء اقوى فريق هجومي في البطوله كلها، تكسبه وتروح هناك كره في العارضه تكسر العارضه وتتاهل، تروح عشان تقابل الترجي في تونس يجي لك واحد بمنشار والامن يعمل مشكله مع الجمهور او الجمهور يعمل مشكله مع الامن وتلعب الماتش بدون جمهور وتتاهل. تيجي عند ماتش الوداد الدنيا تعقرب شويه بس تكسب برضك. هو ده الاهلي، هي مكتوبه له، الكوره بتحب الاهلي بس في نفس الوقت الفرقه مجتهده. اقنعني او قول لي في فريق قبل كده خد 5 في بدايه البطوله ورجع خد البطوله. انا اعرف منتخب مصر بيخسر اول ماتش في بطوله افريقيا وبيوصل النهائي بس الحظ في الاخر ما بيجيش معاه وبيخسر. بس قول لي فريق حتى على مستوى اوروبا قدر ان هو يخسر 5 من فريق ويصعد النهائي وياخد البطوله. لازم ما ننساش اطهر الطاهر في الموضوع ده، هو كان السبب او كانت الوسيله ان الاهلي يوصل للنهائي وياخد البطوله. كل الناس كانت عندها اقتناع ان الاهلي لو صعد من دور المجموعات هيوصل للنهائي، بس جالنا شويه شك كده لما عرفنا ان احنا هنقابل الوداد وخصوصا الماتش التاني في المغرب. مملكه سيما انا مش عايز اتكلم ليه عليه، مش عايز اتكلم عن اي حاجه، بس التحكيم الافريقي سيء جدا 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 يا جماعه. يعني احنا في حته تانيه خالص على مستوى التحكيم. لسه كنا بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين السيتي والانتر، الموضوع مختلف، الكره بتتلعب بالشعره، القرار بيتاخد في ثانيه ودايما بيبقى صح، مفيش ظلم لده او ده. لكن اللي احنا بنشوفه بالنسبه للقرارات التحكيميه ده بعيد قوي بعيد قوي 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 عن كره القدم، باستثناء كره حسين الشحات وشده للحكم والماتش اللي كان هنا بتاع معتز الليبي. لا لا لا، نسيبنا من موضوع التحكيم ده خالص. حاجه تانيه، محمد شريف واحمد عبد القادر، اقسم بالله انت وهو امكم ده عيالكم، والله امكم ده عيالكم ان احنا خدنا البطوله. انتوا الاثنين ما كنتوش هتتسابوا واحتمال بنسبه كبيره تكملوا اصلا في الاهلي. الجمهور ما كانش هينسى، كل واحد فيهم جاله بدل الكوره 2 و3 وفي كميه استهتار ولا كانك بتلعب فريق كروم. يعني كره محمد شريف وانفراد مع الجون، والله العظيم 3 لو في الشارع اللي هتحطها احسن من كده. احمد عبد القادر نازل يعني عنده كميه فرص ومصمم ان هو يرقص ويرجع بالكوره، يرقص ويرجع بالكوره، رغم ان هو قدامه فرصه كبيره ان هو يروح يجيب جون بس مش عارف في ايه. اليو ديانج كميه مجهود بدني مش طبيعيه، يعني كان شايل خط النص لوحده. مروان عطيه وحمدي فتحي ما كانوش في مستواهم. عمرو السولية لما نزل احنا مش منتظرين منه المجهود البدني، لا هو قائد في الملعب، لكن اليو ديانج النهارده عمل كميه مجهود بدني وكرات قدر ان هو يقطعها مش طبيعيه. علي معلول مش عايزين ننساه، الخبره اللي جت في وقتها، العرضيه اللي احنا مستنيينها. ولازم نشكر كيروش اللي اختار محمد عبد المنعم وطلع لنا مدافع نقدر ان احنا نسند عليه لمده 10 سنين قدام، سواء في المنتخب او سواء مع النادي الاهلي. حاجه كده بتفكرك بوائل جمعه، بتفكرك باحمد حجازي، مستوى عالي جدا وما شاء الله. زي ما عمل كده لجمهور الوداد السنه اللي فاتت عملها النهارده وخدنا البطوله. في نفس الوقت احنا عايزين نشكر طبعا الجمهور الودادي وجمهور المغرب كله ولاعيبه المغرب. احنا اخوه واشقاء وعرب، في روح تنافسيه في الملعب وكل الكلام ده، بس في الاخر احنا اخوه، فلازم نشكرهم على الاستقبال وسواء على اللعب او سواء على اي حاجه حصلت. احنا في الاخر عرب واشقاء، وده كان ماتش عادي، كرة قدم، رياضة، يكسب اللي يكسب. الوداد كسب السنة اللي فاتت عادي، الاهلي كسب السنة دي، وكان من الصعب ان الاهلي يخسر من الوداد 3 مرات. اي فريق في الدنيا ممكن يكون الموضوع بالنسبة له عادي، لكن الاهلي شخصية البطل ما تنفعش ان هي تخسر من فريق 3 مرات ورا بعض وتتاخد منه البطولة اكتر من مرة من نفس الفريق. اخر حاجة عايز اقولها بس، البسوا الاحمر عشان بيخافوا مني.
سلام.